السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جبت لكم فكرة جديدة سهلة وبسيطة، فكرة فطار جميلة جدا. طبعا الفيديو اللي فات كنت عاملة معاكم اللحمة المفرومة دي، طبعا عصقتها عادي زي ما بتحبي تعصجيها. اللحمة الأول، البصل الأول، براحتك، الطريقة اللي انت ترتاحي لها. أنا عن نفسي بحب أحط البصل الأول. بصوا بقى، دي الصلصة اللي أنا كنت شايلاها في التلاجة. جبت كوسايتين كده كانوا في التلاجة، طلعتهم بدل ما يترموا خسارة. لازم ندور وندعبس كده في تلاجتنا نشوف ايه اللي ينفع يتعمل، مش هينفع يستنى عليه. ورحت عاملاهم زي ما انتوا شايفين، حطيت عليهم مرقة دجاج وحبة ملح صغيرين وفلفل وكمون، مش اكتر من كده. وعملنا بقى الرز بالشعرية. حابة انت تحطي على الكوسة حمص، بتبقى تحفة. حمص اللي هو حمص طبيخ، بتبقى جميلة. وطبعا هنا انا كان عندي ايه، رز. بصوا التركاه بقى هنا في الرز، حطيت الرز على الوش. طبعا الرز على الوش مش هتفرقيه ما بين ده وده، وهو نفس اللون ونفس الشعرية ونفس كل حاجة. بالتركاه البسيطة دي عملته. بصوا، انا حطيت سمنة بلدي وعملتها بيها، عاملها كده غنية ومتغذية. وهنا كمان بقلب الرز اشوفه بقى سخن ولا لا. طبعا انا ظبط الرز بتاعي، وطيت عليه ورحت حاطه الرز من على الوش. الرز لازم يكون فيه حبه ميه عشان يبخروا الرز اللي فوق ويبقى كله زي بعض. وهنا بقى غرفنا الاكل بتاعنا، بس الاكل هنا كده كان ناقصه حاجه. بصوا بقى، اللي وصل لحد هنا يقول لي الاكل ده كان ناقصه ايه. بصوا انا كده هدوق، بس وانا بدوق كده الاكل ده برضو ناقصه حاجه. بصوا بقى الاكل ده ناقصه ايه، ايوه ناقصه مخلل. طبعا عندنا هنا المخلل الجميل الجامد المتين اللي ما يختلفش عليه اتنين. بتحب الجزر هتلاقي، تحب الزيتون هتلاقي، تحب البصل برضه هتلاقي، هتحب اللفت بس مش بتحب الجزر هتلاقي، حتى لو بتحب القرنبيط برضه هتلاقي. مفيش حاجة مش هتلاقيها هنا. هنا هتلاقي كل حاجة عندنا. بصوا انا كنت بشوفه بقى استوى ولا لأ، لان هنا كان بقاله حوالي يعني ما كملش اسبوع او اسبوع تقريبا. قلت كده اشوفه، ما هو الفلفل لونه ابتدى يغير، لكن لونه ما غيرش. الفلفل لونه ابتدى يغير. بصوا بقى، طبعا انا استعجلت على البصل وسلقته، بس لو انت مش حابه تعملي زي كده ما تعمليش. البصل بيتنقع 3 ايام بميه سخنه، كل يوم تغيري ميته وتحطي له ميه سخنه. اليوم التالت يعني لمده يومين، اليوم التالت بتحطي ميه ساقعه من الحنفيه عادي. وهنا بقى حطيت ليمون وزيتون وجزر وفلفل وبصل ولفت، حطيت كله، طعمه جميل جدا بس كان عايز ملح. فهنا بقى طبعا انا شفت الملح، فتحت حبة من البرطمان فضيتهم وفتحت حطيت عليهم ملح واقلبهم كويس، وهردهم في البرطمان تاني، يعني هرجعهم مكانهم. وبعد كده بس هيبقى في منتهى الجمال، هتاكلي احلى شوية مخلل بعد كام يوم ويبقوا تحفة، حرفيا هيبقوا تحفة. وطبعا انتوا شفتوا انا فتحته معاكم في انا فيديو، سايبه لكم المقطع ده في اخر الفيديو. بيبقى جميل وسهل وبسيط وما فيهوش اي تعقيدات. لما يكون عندك شويه خيار مثلا، قومي اعملي مخلل ملح وميه من الحنفيه، ما فيهمش اي افتكاسه يعني. بس سيبي الخيار سليم، اللي تحبي تاكليه قطعيه، بس هتسهل عليكي اي اكل انت بتاكليه، مش هتحتاجي ان انت تجيبي مخلل. بس الحقيقه عشان الخيار بيدبل على طول، لما تسرعي في تخليله بيبقى حلو. والجزر لما بتقطعيه بيستوي على طول. بصوا بقى، انا هنا برجع كل اللي كان في الطبق تاني، انا مش بسيب واحده مقطوم منها وواحده متاكله ولا اي حاجه. فطبعا احنا كنا بناكل منه على طول، واللي ليه نصيب في حاجه اكل منه. بس كده انا قفلت البرطمان بتاعي. واول ما قفلت البرطمان بتاعي بالشكل ده عملت ايه، رجيته. ما هو طبعا في ملح وقلبته. بصوا البابريكا مخليه لونه جميل ازاي، وريحته بقى ريحته، عارفين الترش المصري الاصيل البلدي ده اللي هو في الكيس ده المحمر، تحفه. تحفه والله، مش بشكر لكم فيه عشان انا اللي عاملاه، لا انتوا جربوه بميه الليمون كده وهتدعوا لي. وان شاء الله ربنا ييسر الامور يا رب ويحسن ما بين ايديكم ويبقى احلى من اللي انا بعمله كمان. هنا بقى
اللقطة اللي انا بقول لكم بقى استوى. بصوا بقى، انا هنا طلعت منه، طبعا مش بايدي، طلعت منه بايه؟ بالكبشة. ويفضل ما تكونش ستانلس يعني زي المعلقة، تكون بلاستيك او تكون خشب زي او سيليكون. انا هنا لقيته كتير زيادة، شلت الزيادة منه عشان بس يبقى فيه من كل حاجة. ده كان جنب الصحن.